واش عارفين راك تقدر يعني تخرج السجل العدلي من المحكمة وانت داخل المغرب او لا خارج المغرب. هذا الموضوع اللي عنهضر عليه يخص الناس اللي داخل المغرب والناس الجالية المغربية اللي مقيمين بالخارج. السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة إجراءات واستشارات قانونية. الموضوع اليوم اللي غادي نتكلم عليه هو الموضوع ديال يعني طلب السجل العدلي من المحكمة. هذا الموضوع اللي كيخص كما هضرت معكم في بداية الحلقة، يخص الناس اللي داخلين المغرب والناس اللي خارج المغرب، يعني الناس اللي في الجالية المغربية اللي مقيمين بالخارج والناس اللي المغاربة اللي داخل الوطن. يعني كيفاش انا غادي نطلب هذا السجل العدلي من المحكمه؟ ما نقدرش انايا نمشي للمحكمه باش انا نطلب هذاك السجل العدلي من المحكمه. اليوم دارت المحكمه واحد الطرق اللي سهله باش انت يعني تطلب السجل العدلي ديالك غير من المحكمه، بلا ما تعذب تمشي حتى للمدينه ديالك وتطلب السجل العدلي باش تاخذ هذيك النسخه ديال السجل العدلي. اليوم غادي نوريكم طريقة خطوة بخطوة. طلب السجل العدلي غادي يطلبوا منك معلومات بسيطة بحال رقم البطاقة الوطنية، الاسم والنسب، تاريخ الازدياد، مكان الازدياد، رقم الهاتف، الإيميل. هادو كلهم خاصهم يكونوا عندك باش نتا تكتبهم في هذاك الموقع ديال السجل ديال المحاكم اللي كاين فيه سجل طلب السجل العدلي. من بعد ما كتأكد المعلومات وكتختار المحكمة. أنا غادي نوريكم الطريقة خطوة بخطوة، ولكن غادي نشرح لكم باش تكونوا فاهمين قبل ما نبدا طريقة استعمال، باش نتوما تعرفوا كيفاش تطلبوا الملف ديالكم، يعني السجل ديالكم العدلي. وكنختار المحكمة كما قلت لكم من بعد ما كتأكدوا المعلومات ديالكم، كتختاروا المحكمة اللي بغيتي تخرج منها هذاك السجل العدلي أو لا، على حسب المدينة اللي انت فيها. من بعد كتوصل واحد المرحلة من بعد ما كتعمر هذوك الخانات كاملين، كتوصل واحد المرحلة ديال الأداء وكتخلص الرسوم بطريقة إلكترونية بحال البطاقة البنكية. من كتخلص كتجيك واحد الرسالة في الإيميل ولا المنصة كتأكد أن طلب تسجل. كيفاش حنا غادي نتوصلوا بهذاك السجل العدلي؟ السجل العدلي كيكون على واحد الطرق اللي كتعطيها لكم المحكمة باش تكونوا كتعمروا دوك الخانات. أنا غادي نوريكم خطوات. كتختار من يعني قبل ما انت كتخلص راه كيعطيك واحد الخانات اللي كتعمرهم، كيقولوا لك انت فين باغي يعني تستلم هذاك السجل العدلي. واش بغيتي تستلمو بالمحكمة أو المركز القاضي مقيم أو لا، كيقول لك واش باغي يعني تستلم عن طريق البريد المضمون، يعني 25 درهم تخلص عليه، هذه في حالة داخل المغرب. أو لا كنتي خارج المغرب ممكن يعني تستلمو وتخلص عليه 40 درهم. غالبا كيوجدوه في مدة قصيرة من نهار حتى اليومين حسب المحكمة اللي انت تبعتي فيها. إذا هذه هي الطريقة باش تخرجوا سجل عدلي وانت في دارك. أنا كنوصل لكم واحد المعلومة اللي ما كاينش شي واحد وصلها لكم، يعني هاد الطريقة اللي أنا كنوريكم ما كاينش شي واحد غادي يوريها لكم بحالاش تقلبوا على الملف ديالكم. وكاينين شي ناس الله يهديهم، خلصهم الله على قد النية ديالهم. المهم نكملوا على الطلب ديال السجل العدلي. كما كتشوفوا معايا هذا هو كما هضرت معكم. دابا غادي ندخلوا نديروا كنجيو هنا. هذه هي الواجهة. هاد الواجهة هذه هي اللي حنا خصنا ندفعوا الطلب ديالنا ديال السجل العدلي. المهم اللي بغى يقراه راه كيدايرين لك جميع
يعني الطرق بحالاش عاد غادي تعمر هادوك السجل ديالك ديال طلب السجل العدلي. المهم غادي نبداو هنا كما كتشوفوا معايا تقديم الطلب. اللي عنده الحاسوب راه تعطيه الصورة واضحة مزيان. المهم أنا كنخدم غير بالهاتف. الناس اللي عندهم الحاسوب راح يديروها على طريق الحاسوب باش تجيهم ساهلة أحسن. المهم الناس اللي ما عندوش حاسوب راح يديروها على طريق الهاتف راه تجي ساهلة. المهم حيت أنا كنبغي نوريكم داك الشيء باين خطوة بخطوة. هنا غادي نديرو تقديم الطلب. هنا كما كتشوفوا معايا إلا كنتو كتشوفوا تقديم الطلب: يرجى اطلاع وقبول شروط استخدام الخدمة قبل بدء العملية. يعني هنا هذاك المربع اللي كتشوفوا هذاك غادي نكليكيو عليه باش يولي لنا بالازرق، حيت ضروري انت خصك تبرك على داك المربع باش يعطيك بالازرق، حيت انت يعني قابل شروط الاستخدام. كنجيو هنا كنهبطوا لتحت مكان الميلاد. هنا عاطين يعني كما قلت لكم كيعطيوك المغرب وكيعطيوك الناس اللي مقيمين بالخارج. الناس اللي داخلين المغرب غادي يديروا راني دايرها بالازرق غادي يديروا المغرب، والناس اللي خارج المغرب غادي يديروا الخارج. هنا كما كتشوفوا معايا الا انت في الخارج غادي تبرك على ديك الخارج، ولا كنتي انت في المغرب غادي دير المغرب. المهم حنا غادي نديرو المغرب. كما كتشوفوا غادي نديرو بدء العملية. من كنديرو بدء العملية كما كتشوفوا معايا هنا كيعمروا هاد المربع هذا بهاد الكلمات اللي مرسومه باللون الرمادي. غادي نديرو هذيك الكلمات هنايا كما هي، ضروري ديروها كما هي. انا غادي نبدا معكم، غادي نديرو نعمروها. بسم الله. غنديرو ضروري تكبروا الحروف الفرنسيه. الا درتو الحروف يعني صغيره راه ما كتقبلش، ضروري ديروها كبيره باش تقبل لكم الطلب. كما كتشوفوا معايا غنديرو حرف يعني ار، غنديرو 8 7 6. كما كتشوفوا انا درت اللي طلبوه ليا درتو هنايا اللي في هذاك المربع الرمادي، درتو هنا عاودتو في هذا المربع هذا. دابا غندير الخطوه التاليه. هانتوما كما كتشوفوا هنا كان شي خطأ أنا درتو، يعني خليت شي رقم ما درتوش. دابا غادي نعاودو باش توصلكم المعلومة مزيان. غادي نديرو نديرو نكتبو كلمات لي بالفرنسية. سمحوا لي راني كنخطأ. دابا غادي نمشيو نديرو الخطوة التالية. كما كتشوفوا معايا دابا انا يعني دخلت لهنايا لهاد الواجهه هذه اللي انا غادي نعمر فيها. يعني غادي نعمر بان واش انا كما عاودت لكم شرحت لكم في الموضوع في الاول، يقول لك المرجو اختيار طريقه تسليم السجل العدلي. يعني خصنا نختاروا واش حنا غادي نسلموا هذيك السجل العدلي من المحكمة أو المركز القاضي المقيم، أو لا غادي نسلمو يعني عن طريق بريد المضمون. يعني إلا أنت بغيتي تشدها من البريد المضمون راه غادي تخلص عليه 25 درهم.
إلا كنتي غادي يعني هذه في حالة داخل المغرب، إلا كنتي غادي تستلمها خارج المغرب غادي تخلصها 40 درهم، أو عن طريق بريد إلكتروني. يعني أنت غادي تختار من هادو، غادي تختار فين باغي تستلم هذاك السجل العدلي. المهم غادي نديرو حنايا نمشيو النيشان نديرو المحكمة، بالمحكمة نديرو الخطوة التالية. كما كتشوفوا هنا دايرين ليك واحد الملاحظة هنا ديرها، ملاحظة مهمة. يقول لك راه باللون الأحمر يجب ملء الطلب بكل دقة وكل عناية، وذلك بتقييد نفس المعلومات موجودة بالبطاقة التعريف الوطنية. بالنسبة للأشخاص مزدادين بالمغرب فيتوجب عليهم ملء طلب باللغة العربية. يعني الناس اللي مقيمين بالمغرب غادي يعمروا يعني هاد الخانات اللي المربعات اللي بالأبيض يعمروهم بالعربية. كما كتبوا بالعربية ضروري تكتبوا بالعربية باش السجل العدلي ديالكم يتقبل. غنبداو بالاسم. هنا كما كتشوفوا كيديروا الاسم العائلي، يعني اللي كاين عندك في البطاقة الوطنية غادي ديرو في هاد الخانات هاد تعمرهم. غادي نبداو بالاسم العائلي. غادي دير الاسم الشخصي. غادي تهبط، غادي دير الاسم الكامل للأب. عاوتاني يعني الأب ديالك غادي دير سميتو هنا كما كان عندك في البطاقة الوطنية. كنجي عاوتاني ندير الاسم كامل ديال الأم، يعني كذلك حتى هو بحال اللي انت مكتوب عندك في البطاقة الوطنية. هنا كيقول لك دير لي تاريخ الميلاد ديالك، غادي دير لهم اليوم الشهر والسنة. في حالة ما عندكش يعني اليوم والشهر الميلاد ديالك راك داير لك هنا. إلا كنتي يعني لا تتوفر على اليوم والشهر والميلاد غادي دير هذا المربع هذا اللي عليه باش يعطيك بهذا اللون هذا كما كتشوف معايا بحال الطريقة اللي أنا درت. عندك اليوم والشهر والسنة غادي تحيدو. غادي تكمل وتمشي هنا تيقول لك واش انت اللي مول يعني اللي عيد الطلب، يعني المعني بالامر واش ذكر او لا انثى. يعني الا كنتي ذكر غادي دير ذكر، كنتي انثى غادي دير انثى. كتمشي هنا كتجي هنا كتختار. يقولوا لك واش انت متزوج، واش انت مطلق او لا عازب او ارمل. هنا مثلا كنتي عازب كدير عازب، وكتهبط وكتمشي دير المهنة. المهنة كدير واش يعني نتا فاش خدام. إلا كنتي خدام شي خدمة كديرها هنا، ما كنتيش خدام كدير بدون. من بعد كتهبط هنا كدير العمالة، كتختار العمالة اللي نتا فيها. حنا نديرو آسفي، وغادي نهبطو لتحت ونكملو نديرو الجماعة. الجماعة اللي تابعة مثلا لآسفي عمالة آسفي غادي نديرو مثلا آسفي. حنا غير كنعطيكم وانتم كديروا على حسب المنطقة اللي نتوما فيها. من بعد كنجيو هنا وكنديروا الجنسية، جنسية مغربية. راه هكذا مكتوب ولكن وليت أنا درتها باش نتوما تفهموا. هنا كتجي يقولوا لك دير البطاقة الوطنية تعريف رقم بطاقة التعريف الوطنية. كدير هنا رقم البطاقة ديالك الوطنية ديالك رقم ديالها. كتهبط هنا كدير البريد الإلكتروني ديالك، وكتجي هنا كدير رقم الهاتف اللي تحت من البريد الإلكتروني كدير رقم الهاتف. من بعد كدير مثلا
العنوان ديال الإقامة بالمغرب، أولا كنتِ في الخارج كدير العنوان ديال الإقامة بالخارج. حنا غير في المغرب غنكملوا الإجراءات ديالنا ديال المغرب، كنديروا المغرب. وبالنسبة للناس اللي على خارج أرض الوطن راه كيديروا الدولة اللي هُما تابعين اللي هُما منها اللي غيديروا فيها السجل العدلي. كنجيو هنا ونديروا نختاروا آسفي، من بعد كنجيو هنا وكنديروا جامعة أو إقليم، كنديروا هنا الجامعة أو إقليم اللي أنت ساكن فيه، كديرها هنا. من بعد كتجي العنوان، كدير العنوان ديالك ديال المنزل ديالك. من بعد كنجيو نديرو الرمز البريدي، الرمز البريدي ديال أي مدينة كيكون فيها واحد الرمز البريدي، كديرو في هاد الخانة الأخيرة وكدير الخطوة التالية. من بعد ما كدير الخطوة التالية أنا ما غاديينش نكمّل الخطوة التالية لأنني أنا ما عمّرتش ليكم الخانات كاملين، أنا غير وريتكم كيفاش تعمّروا الخانات ديال طلب السجل العدلي. بالنسبة ليكم نتوما راه كديروا الخطوة التالية ويطلب لكم واحد بالنسبة للناس اللي غيخلصوا من الناس اللي طلبوا السجل العدلي من الهاتف، غادي يخلصوا غادي يطلبوا ليهم الكود البنكي ديالهم باش يخلصوا هذاك الثمن ديال السجل العدلي. هذا الشيء اللي كيخص بالنسبة للي باغي يطلب سجل عدلي. الناس اللي داخل المغرب والناس اللي خارج المغرب، هذه هي الطريقة بحالاش تطلبوا السجل العدلي من المحكمة، ووريتكم بحالاش تسلموه من المحكمة. هذا الشي اللي كاين، وكنتمنى نكون كنفيدكم بهذه المعلومة، وإلى موضوع آخر إن شاء الله، مع السلامة.